السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة رد مؤشر في كل مكان. تحية طيبة لكل المتابعين من داخل مصر وخارج مصر. لايكك الجميل بقى كده عشان إن شاء الله أقدم لكم فيديوهات كتير إن شاء الله ومعلومات كويسة. إن شاء الله أنا أكلمكم عن حاجة دلوقتي هي عيب بيبقى في أغلبية البهائم اللي هي الجاموس. ماشي، وغالبا بيبقى في الجاموس بس. اهوت نتكلم عليه بوضوح اهو. والحمد لله طبعا اول حاجه دي مش موجوده عندي الحمد لله، وهي القفز. في حاجه اسمها قفز. القفز ده بقى اللي هو عباره عن ايه؟ شايف الرجل الورانيه دي؟ الرجل ديت واقفه اهي عند الضفر هنا بالظبط كده، المكان ده بالظبط. الرجل دي واقفه اهي. شايف الضفر واقف ازاي؟ الحته دي واقفه. لما القفز بيبقى موجود اللي هو العيب يعني، ده بيبقى عيب. بص تلاقي الحته دي اللي هو الحته اللي بتبقى البزين اللي ورا دول. تمام اهو. نخلينا في العجله التانيه نضيفها شويه، باينه هنا شويه. شايف العجله دي اهي؟ الضفرين الصغيرين اللي هو تحت دول بتبص تلاقيه راكس للارض، يعني العظمه دي مش مستقيمه زي ما هي دي ماشيه كده، بتلاقيها لاقيه للارض لحد الارض. فاهمني؟ ده بيبقى قفز، ده اللي اسمه القفز بقى اللي بيقول عليه. ده بيبقى عيب شرعي. ممكن تلاقيه ورا وممكن تلاقيه قدام كمان عادي، بس هو الاغلبيه بيبقى ورا. ده عيب شرعي، فيا ريت تخلي بالكم عشان محدش يقع في حاجه زي كده. ربنا يسترها طبعا علينا وعليكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتعليق كويس عشان ننزل فيديوهات زي ديت ان شاء الله. اي حاجه ان شاء الله يعني، ما مش عايز ابخل عليكم والله باي حاجه. اي معلومه اعرفها، اي حاجه اعرفها ان شاء الله مش هحرمكم منها باذن الله. فانتوا بقى ما تحرمونيش من اللايك الجميل بتاعكم وتعليق كويس كده. ربنا يبارك في حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.